اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. عفوا، بهني وبرحب بضيوفي الاعزاء الدكتور خالد حموده رئيس الاتحاد المصري لكره اليد. اهلا يا دكتور ومنورنا والف مبروك. الله يبارك في حضرتك، كتر خيرك. اهلا وسهلا. صديقي العزيز احمد كمال حافظ والحاصل على اعلى الاصوات. اهلا يا كابتن احمد والف مبروك. ربنا يبارك فيك. صديقي العزيز ايضا خالد ديوان والحاصل على اعلى الاصوات ايضا بنفس رصيد احمد كمال حافظ. مبروك يا كابتن خالد. الله يبارك فيك يا كابتن احمد. ان شاء الله كده كله اتحاد في عصركم كده حاجه جميله ان شاء الله. ان شاء الله. خليني ابدا معاك من قراركم، يعني يا دوب نجحتوا رحتوا مأجلين المسابقه، فالناس اتخضت يا سبحان الله، عايزين الدنيا ترجع والناس متعشمه فيكم خير. القرار كان شبه صدمه بالنسبه للناس. الحقيقه من خلال الجولات الانتخابيه بتاعتنا يا كابتن احمد، ده كان مطلب لكل الانديه او معظم الانديه. كان مطلب لمعظم الانديه، لان شكل المسابقه كان مش واضح، لانه صوره كربون تغيير تواريخ السنه اللي فاتت، زائد ان مش معروف مسؤوليه مين وهيتلعب بجمهور ولا بغير جمهور. الفتره الحاليه برضو انت لازم تشوف توزيع النواحي الامنيه، لازم تضمن سلامه اللاعبين، سلامه الجمهور، سلامه الانديه، سلامه الملاعب، وبالتالي ما ينفعش الاتحاد يمشي ويجي الاتحاد يتحمل مسؤوليه حاجه ما اشتغلهاش، الا اذا كانت الامور مستتبه. الامور ما كانتش مستتبه، وبالتالي كان لازم ناخد هذا القرار بالتاجيل. الحقيقه استشرنا بعض كلنا يمكن على التليفون، واخدنا هذا القرار يوم لان عواقبه وخيمه يعني. طب خليني اسالك وتجاوبني بصراحه، هل يعني رجعت لحد في الدوله ولا ده كان قرار المجلس؟ لا 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 خالص. لا خالص. احنا الخمسه، احنا السته اتكلمنا مع بعض بالتليفون. هشام نصر وعلاء السيد السيد بالتليفون، واحمد وخالد. الوحيد التليفون كان مقفول، البطاريه خلصت من كتر التهاني، كان كابتن مصطفى شرف. لكن احنا كلنا واخدنا هذا القرار عن قناعه. حضرتك احنا مجموعتنا احنا اللي راحت نادي وكانت الانديه كلها الحقيقه بتناشدنا في هذا. احمد، كان ليك تجربه في الاتحاد السابق ونجحت بشكل كويس، لكنه كنت اول من استقال ولا كابتن خالد كان اول من استقال؟ دكتور خالد. دكتور خالد وانا في نفس الجلسه. كان في نفس الجلسه. في نفس الجلسه. هل وكنت على قائمه هادي لما يعني؟ لا، كنت مع قائمه كابتن سيد عبد العال. كابتن سيد عبد العال يعني. المره دي انت على قائمه الدكتور خالد. هل هنرى استقاله جديده لانه معاك اثنين، هشام نصر وعلاء السيد؟ بس اسعدني الدكتور خالد لما قال انه بكلمهم هما الاثنين عشان تتفقوا على اول قرار، وده بدايه مبشره. يعني هل من الممكن انه اسباب استقالتك تعود من جديد ونرى استقاله ثانيه، ولا ده خلاص امر انتهى؟ لا، هقول لحضرتك حاجه. يمكن الناس فاهمه ان انا عشان كنت من قائمه ثانيه انا وخالد ان انا استقلت. بالعكس، انا يمكن اول واحد استشرته كان دكتور خالد حموده. بعد شهرين بالظبط من المجلس، اجتماعات المجلس بالظبط، قعدنا شهرين انت ما بتعملش حاجه، قاعد بتتكلم في مواضيع ما بتاخدش قرار. حتى القرار اللي كانوا متفقين عليه كجبهه واحده اللي هي نجح منها الاغلبيه، او زي ما بيقولوا الاجنده بتاعتهم اللي كانت المفروض تبتدي تمشي بيها الستبس بتاعتها، ما ابتدوش فيها. فانت حضرتك داخل بضيع وقت، بتاخد الجلسه مثلا ساعتين ثلاثه، ما بتاخدش قرار في الجلسه، بتمشي. لدرجه اقول لحضرتك حتى مشيت انا ودكتور خالد، قعدنا سنه وثلاث اشهر المناطق ما اتشكلتش في الاتحاد، مع ان احنا حطينا تصور ليها. يجي الجلسه اللي بعديها اصل فلان ما كانش موجود، يتحط له منطقه، اصل فلان ما اختارش. قعدنا يعني ده موضوع واحد من ضمن عشرات المواضيع يا كابتن احمد. المره دي احنا قعدنا مع بعض كويس قوي، وقعدنا مع بعض كتير جدا. يمكن انا والدكتور خالد وكابتن خالد اتكلمنا في حاجات كتير جدا قبل موضوع الترشيح ده، واتفقنا على بوينتس معينه، ولقينا ان ارائنا كلها واحده. يعني كل واحد اللي بيفكر فيه بيتماشى مع فكر الثاني. فتوكلنا على الله وابتدينا نخوض معركه الانتخابات. كابتن خالد، مش خايف من خلافات داخل المجلس؟ والناس بصراحه مش مستحمله خلافات. هل ممكن نستحمل بعض، ولا دايما بيبقى في نوع من انواع التوتر في البدايه؟ وان كنتوا كلكم زملاء، الكابتن هشام نصر والكابتن علاء السيد ابناء لعبه واحده، هل سهل ان انتوا من اول جلسه يبقى في تجانس، في تفاهم؟ لان احنا كره اليد كانت دايما هي اللعبه الشعبيه الثانيه يعني. هل وكنا بنفخر جدا بالانتصارات والبطولات اللي بتحصل فيها. طب ارجع بس لورا خطوه واحده. اتفضل. كنا في المجلس اللي فات الدكتور خالد بيبقى له اراء، احمد بيبقى له اراء، انا بيبقى لي اراء، بس بنطلع من الجلسه متفاهمين على الشكل العام هنمشي فيه ازاي. يعني ما كانش بيحصل ان احنا بنختلف وبنزعل لا ما فيش الكلام ده.
يعني كل واحد فينا بيقول رايه، وكل واحد فينا بيقول رايه بمنتهى الصراحه. كويس. وبناخد قرار، واللي كان رايه مخالف بيقتنع برأي الأغلبية، لأن ما كانش حد فينا بيفكر في حاجة شخصية. فهو ده إن شاء الله الفترة الجاية هيكون كويس. نفس الكلام. زائد حاجة تانية، كابتن علاء السيد وكابتن هشام وكابتن أحمد والدكتور خالد وكابتن مصطفى شوقي، إحنا مجموعة واحدة. نعم. يعني مجموعة واحدة، إحنا أسرة كرة يد. صحيح. وكرة اليد تختلف عن حاجات كتير. إحنا بنبقى تملي قريبين من بعض قوي. يعني ما فيش تملي قريبين، ما فيش لون. بس اكتر اتحاد شاف استقالات كان اتحاد كرة اليد. ده المجلس كله استقال. فاعتقد كان لظروف الاداره، يعني ما كانش حد يعني انت بتطمني انه هتبقى في اختلافات على الترابيزه، ده منطقي طبعا، لكن هيكون في ايد واحده وفي موافقه. يعني في موافقه ان حضرتك تختلف معايا في الراي، ده طبيعي. بس بالاغلبيه بيكون في قرار، وكلنا نبقى اصحاب القرار نفسه. نعم. دكتور خالد، مش خايف انه كابتن حسن مصطفى الحقيقه نزل مصر مخصوص ايد الكابتن حسين لبيب وعقد مؤتمر صحفي اعلن فيه تأييده ليه بوضوح؟ هل ده ممكن يعمل خلاف بيننا وبين الاتحاد الدولي، ولا برضه دي صفحه بتنطوي؟ انا قريت لك تصريح قلت الدكتور حسن كان حر في رايه وفي موقفه طبعا. هل نقدر يعني يبقى في تعاون، ولا ده ممكن شويه ياثر على مستقبل كره اليد في مصر؟ انا عايز اطمن حضرتك لحاجه مهمه جدا. احنا بيجمعنا كلنا روح الملعب والفانيلا والعرق، عرق الملاعب. لما بنلعب ضد بعض كلنا بنتنافس ونزق بعض، لكن في اطار رياضي. المجموعه اللي موجوده دلوقتي كلها عارفه ان كبرنا في مصر. هو القيمه يا سلام. هو مش عايز كلام الدكتور حسن مصطفى، ما حدش يقدر ينكر ان هو قيمه. جميل. والا يبقى احنا كلام جميل اغبياء يعني. واول حاجه عملناها ان احنا بعد النتيجه ما طلعت كلمنا الدكتور حسن في سويسرا. كلمتوه؟ طبعا. حضرتك كلمته؟ انا كلمته والله. والله طبعا، لان ده هو ده كبرنا. ومهما اختلفنا احنا بنختلف في طرق، لكن عمرنا ما اختلفنا في هذا. في ناس الحقيقه يعني بتسيء للدكتور حسن عن طريق انها تدعي ان هو قال او ان هو قال انا هدي لو مثلا على سبيل المثال. نعم. لو مجموعه حسين نجحت هتطلع 1000 كور. نعم. لو مجموعه الكلام ده ما بيقولوش دكتور حسن، هو بيقول انه هيطلع كور، لكن لو احنا نجحنا مش هيطلع، هيمنع المعونه عن مصر. الكلام ده مش يعني في كذا مكان الدكتور حسن بيعتز بمصريته. طبعا. واخد بال حضرتك؟ طبعا. وبيقول فضل مصر عليه. فالتحدث عن لسان حد ده الحقيقه بيبقى صعب قوي. زي النهارده في بعض الجرايد كاتبه ان احنا حطينا اللجان وقلنا فلان وضد فلان. بس ما سمعتوش. احنا ما قلناش حاجه. ما واخد بال حضرتك؟ فالدكتور حسن قيمه، رئيس اتحاد دولي، ممثل لمصر، يعني ما حدش يقدر ينكر مكانته. ونبقى اغبياء لو وقعنا في. بس هي الاتحاد اللي فات كانت علاقته بيه مقطوعه تقريبا. احنا مشينا كلنا. احنا مشينا كلنا وسيبنا، مش هنتحاسب على حاجه احنا مالناش ذنب فيها. هل حضرتك يعني انا متاسف لمقاطعه حضرتك. انا حضرت جلسه كان الاستاذ هادي فهمي مش موجود فيها، وترأست الجلسه، والدكتور حسن كان موجود، مارس حقه الطبيعي بحكم القانون. وحاولنا نديله رئاسه الجلسه بحكم يعني ان هو طبعا. والراجل بكل اخلاق رياضيه وقال لا اتفضل انت دير الجلسه، والامور مشيت بطريقه لطيفه جدا. مفيش حاجه خالص، مفيش بيننا وبين زي ما بيقولوا يكتبوا في فيسبوك ان احنا ما احترمناش. يعني امور بعيده تماما. انا بقول لحضرتك نيابه عن الناس دي كلها كلمنا الدكتور حسن واستأذناه ان احنا نبتدي. والراجل قال انا سبورت بكل امكانيات الاتحاد الدولي للاتحاد المصري، وقال كلمه هو دايما بيرددها، قال الجمعيه العموميه اختارتكم، يبقى لازم كلنا نسمع كلام الجمعيه العموميه. مفيش اكتر من كده. طيب كابتن احمد، دايما الانتخابات بيبقى لها فواتير، زي ما انت قلت كده في الانتخابات اللي فاتت، ده هيبقى رئيس لجنه، ده هيبقى رئيس مش عارف ايه، وده رئيس ايه. هتعملوا ايه؟ هتسددوا فواتير، خاصه ان انتوا خدتوا اعلى الاصوات يعني، وواضح جدا انه الناس كانت بتثق فيكم، وبالتالي هتبقوا مطالبين بسداد فاتوره. اقول لحضرتك حاجه، هو سداد الفواتير ده بالمعنى اللي موجود في مصر ان اللي معاك يفضل معاك واللي كان ضدك ما يبقاش معاك. يمكن احنا اتفقنا على حاجه مهمه جدا مع الدكتور خالد، ان احنا لو في مثلا شخص معين كان بيساند اي قائمه من القوائم الثانيه، يكون
يصلح للجنه معينه من اللجان ان احنا نجيبه معانا. متهيألي دي مش فاتوره نسدد الفاتوره بقى نيابه عن كابتن حسين ولا كابتن هادي. ما ينفعش موضوع الفواتير يعني ممكن تستعينوا بناس كانت بتساند طبعا الجبهات الثانيه. طبعا بعد اذن دكتور خالد وكابتن خالد احنا متفقين على كده. وليه لا؟ ليه انا في كفاءه معينه ما بس مثلا في واحد موت نفسه معاك في الانتخابات، يعني في شخص ما في نادي ما جمع لك انديه جاب لك عدد من الاصوات وده موجود في الانتخابات. يعني لو يصلح يا كابتن احمد ان هو ياخد بوزيشن. لا مش مدين وعود. مش مدين وعود لحد خالص. خالص. بدليل لو كنا مدين وعود لحد كنت هتلاقي مثلا اغلبيه مشيت ورانا من الناس اللي هي هتستفيد من المكان. احنا مفيش حد في جوله من جولاتنا كان بيمشي معانا خالص غير الكابتن طارق الدروي بس. لكن ما كناش معانا حكام، كانش معانا لعيبه سابقين، كانش معانا مدربين، كانش معانا لعيبه حاليين. لان احنا لو عملنا كده يبقى اكيد كل واحد فينا كان مستني يدفع زي ما بتقول حضرتك، او كل واحد من الناس دي كان مستني الفاتوره تدفع له. نعم. بس فاحنا ما كانش فيه بالنسبه للكلام ده حاجه خالص.